من تطلع إلى ما لا يملك فقد لذة ما يملك. فارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ولذا جاءت الرسالة المحمدية والوصية النبوية: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. تأمل في كتاب ربك: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. من تطلع إلى ما لا يملك فقد لذة ما يملك.